بص بقى، الفيديو ده للناس التمريض اللي عايزه تسافر انجلترا، عشان انا كنت مخلص كل البروسس بتاعت انجلترا بس كانت واقفه لي على حوار اللغه. المهم خلينا نبدا من الاول. انت لو بسم الله الرحمن الرحيم عايز تسافر انجلترا، تمام، اولا لازم يكون معاك خبره على الاقل سنه، تمام، فانت ده لازم تحطها في حسبان. ثانيا انت بتوثق، بتترجم شهادتك او بتطلعها بالانجلش وبتروح توثقها في الخارجيه، تمام، وبعد ما توثق بتترجمها. ده لو هي طالعه بالعربي، يعني انت تروح توثق بعد كده تترجم، الترجمه بتبقى اخر حاجه، وبتحضر شهاداتك ودنيتك وبتبدا تفتح ملف على حاجه اسمها الان ام سي. الان ام سي ده زي نقابه التمريض عندنا، تمام. بتقدم شهاداتك، بتستنى، بيبعتوا ميل لحاجتين، يا اما للنقابه بتاعه التمريض اللي هي في القاهره، او اللي هو اسمها ايه يا ربي، اللي هو وزاره الصحه. الحمد لله، يعني انت عشان ترد، يعني عشان النقابه تخلي النقابه ترد بتدفع مبلغ وحوالي مش عارف كان 3000 جنيه تقريبا ايامها، مش فاكر الكلام ده، انا بقالي سنه مسجل، بقالي اكتر من سنه ونص كمان، مش سنه بس. يا اما انت بتعمل الخطاب مثلا، يعني بتختار يا اما النقابه يا اما وزاره الصحه. فانا الحمد لله كنت اخترت وزاره الصحه، وربنا كرمني وهم ردوا على الميل ودفعت 250 جنيه رسوم، لان النقابه كنت بتدفع اياميها حوالي 3000 جنيه، لانك لازم تعمل حسن سير وسلوك كده. استنى بس نعدل عشان ايه اهو. فبعد ما النقابه وزاره الصحه بترد، تمام، بيبدا يفتح لك الملف. خلاص انت كده عملت ابلكيشن على الان ام سي. تقدر ساعتها تخش تمتحن، بيتبعت لك بقى ايميل من البيرسون فيو. البيرسون فيو ده مؤسسة تانية انت بتمتحن من خلالها، اللي هو حاجة زي البرومتريك بتاع التمريض، اللي هو اسمه السي بي تي، اللي هو كمبيوتر بيز تيست، تمام. ده بيبقى امتحان كده، بيبقى حوالي 200 دقيقة، بيمتحنك بقى بيسألك أسئلة عامة عن التمريض. هو بيبقى مش عايز اللي هو واحد حافظ قد ما عايز اللي هو واحد فاهم وهياخد قرار ازاي وهيرجع لمين. خلي بالك عشان ده السي بي تي بيبقى معتمد عليه. اللغة انت ممكن يعني تمتحن اللغة ملهاش علاقة خالص. انت اللغة بتروح تمتحنها في لو انت هتاخد ايلتس بتمتحن في البريتش كونسل او الاي دي بي. الامتحان دلوقتي وصل ل 7000 ونص اعتقد في البريتش كونسل، ووصل 8000 في الاي دي بي، تمام. هم طالبين السكور بيبقى 7، طالبين اوفرول باند سكور 7، وتجيب اتش سيكشن، يعني كل سيكشن لازم تجيب فيه 7 ما عدا الرايتنج 6 ونص. دي الريكويرمنتس بتاعت اللغة. طيب بيبقى برضو طالبين ريكويرمنتس معينه للاو اي تي. الاو اي تي ده حاجه للناس اللي هو النيرسز والدكتورز. ده حاجه اسمه اوكيوبيشنال انجلش تيست. ده بيبقى برضو امتحان شبه الايلتس كده بس اسهل شويه، وبيبقى ريليتد يعني ريليتد للميديكال فيلد. يعني انت مثلا بيقول لك تواصل اسمه ايه، يعني تواصل مع المريض ده، هتقول له ايه وهتعمل له ايه، طب حول المريض ده، فبيبقى الوضع اسهل شويه، غير ان الايلتس بيبقى اكاديمي اكتر، تمام. فانا انا بتكلم بالتفصيل عن حوار الايلتس، يعني ممكن نبقى نعمل فيديو منفصل عن الايلتس وعن الاو اي تي. انا بس بشرح لكم البروسيس بتاعت انجلترا كلها للتمريض. خلاص، يبقى احنا كده سجلنا الاول، اخدنا الموافقه لان ورقنا تمام، هم عملوا تشيك خلاص في تبع النقابه او تبع وزارة الصحة في القاهرة. أنا عايز بس الإضاءة تبقى كويسة. الشمس المفروض تبقى الإضاءة كده كويسة، تمام. خلاص كده بدأنا ناخد امتحان اللغة. قلنا امتحان اللغة غير منفصل، يعني منفصل خالص بالحوار ده كده، باللي هو التسجيل ده ممكن تاخده لوحده خالص عن طريق مؤسسة ثانية من غير التسجيل عادي. بس دايما افتكر ان صلاحية اللغة 2 سنين، فدايما خلي اللغة، انت ممكن السي بي تي لازم تحجزه بدري، لان السي بي تي ما فيهوش مواعيد كتيره، لانك بتمتحنه عن طريق البيرسون فيو. البيرسون فيو ما فيهوش مواعيد كتيره جدا، فانت اول حاجه دايما تبقى تحطها في بالك ان انت تمتحن السي بي تي وفي نفس الوقت تذاكر لغه. فنصيحتي ليك ان انت تخلي اللغه للاخر، تاخد السي بي تي الاول عشان السي بي تي اسهل شويه للناس اللي شاطره في التمريض، واللغه كل ما بتطول فيها كل ما بتقوي نفسك فيها. خلاص، بعد ما بتخلص ده خلاص انت بتكمل بقى الابلكيشن بتاع الان ام سي، بتبقى انت خلاص جاهز. انت كده يعتبر ان انت تمريض مرخص في انجلترا. بتبدا تدور على عرض عمل
من الايجنسيز. كان في ابلكيشن كده، كان في طبعا اسمه ايه يا ربي، احمد السيد، عامل اللي هو ارب نيرسز ان يو كي. ده جروب كبير على الفيسبوك متكلم بالتفصيل ازاي تسجل على ان ام سي، ازاي بيتكلموا بقى عامه يعني عن السفر وكل الخطوات وكل حاجه، كل حاجه ان ديتيل يعني. تمام، فتابعوا برضو الجروب ده. انا عن نفسي انا كنت متابعه واستفدت منه كتير. فانا اللي كان واقف معايا في حوار انجلترا، ولا زال على فكره التسجيل بتاعي مفتوح، يعني انا ممكن امتحن اللغه واسافر، بس انت بتدور على عقد عمل يعني. تمام، بتدور بقى عن طريق الايجنسي دي بتشيل لك كل حاجه. لو انت خلاص يعني بيعمل لك انترفيو، ولو انت جات اكسبتد هم بيتحملوا الفيزا فيز والتيكتس ذا فيرست 3 مانثس اوف ذا فيرست 3 مانث اوف اكوموديشن، يعني اول 3 شهور من الاقامه بتاعتك هم بيشيلوها. على حسب ايجنسي من ايجنسي يعني تختلف يعني من واحده للثانيه. بس دي البروسيس باختصار. انت اول حاجه بتظبط شهادتك وبتترجمها وبتوثقها. بعد كده بيبعتوا طلب هل التمريض ده فعلا عندكم مرخص عندكم. تمام، واي حد يا جماعه ما بتفرقش معهد او كليه، الاثنين واحد والاثنين بيسافروا على بند فوق. فدي ميزه كبيره جدا في انجلترا، اللي انت لو انت معهد او كليه فما بتفرقش هناك، الاثنين بيروحوا على بند فور. وبعد كده لما بتروح هناك بتمتحن امتحان اوسكي وبتطلع لبند 5، وطبعا السالري بتاعك بيبقى اعلى. فاحنا بنخلص تسجيل تمام، بنخلص امتحان التمريض عديناه تمام. خلي بالك عشان انت لو سقطت في امتحان التمريض لازم تقعد 28 يوم بعد كده تاخد امتحان تاني. وامتحان التمريض بيبقى مفيش مواعيد كتير، فحاول تخلص منه الاول وتذاكر له كويس. اللغه انت ممكن تاخدها كل اسبوع، الفكره كانك امتحان بتروح تاخده بفلوسك براحتك ان شاء الله لو تاخده كل يوم. بس طبعا يعني حاول تجهز نفسك كويس قبل ما تاخد اي امتحان، عشان الامتحانات دي بقت مكلفه. زي ما قلنا بعد ما بتخلص خلاص التسجيل، بعد ما تخلص بيطلب منك برضو حد اسم دكتور اللي انت عامل معاه فحص طبي وكده. المهم التسجيل بعد كده اصعب حاجتين اللغه والسي بي تي. بعد ما بتخلص دول بتدور بقى على عقد عمل من اي ايجنسي. خلاص هي مثلا لو انت عملوا لك انترفيو وانت جات اكسبتد، خلاص بيظبطوا لك هم كل حاجه خالص من غير ما تدفع جنيه، وبيردوا لك ثمن التسجيل وثمن الاو اي تي او الايلتس وثمن السي بي تي. فبالتوفيق للجميع، وان شاء الله باذن الله نتكلم عن الموضوع باستفاضه اكتر في الفتره اللي جايه. واللي عنده اسئله يكتبها في الكومنتات وانا هحاول اجاوب على قد ما اقدر. وصباحكم زي الفل.